بعد تصويت الشعب الفلسطيني سيتم تصويت الشعب السوري والشعب اللبناني والشعب المصري والشعب الأردني، ثم يبدأ الاندفاع للاستيلاء على مكة وعلى المدينة، وسيتم طرد إخواننا من قصورهم المكيفة، وسيتركون سياراتهم الأمريكية الضخمة وسيركبون الحمير والجمال فرارا من قطار الموت. سيدخلون الصحراء، سيدخلون الربع الخالي، سيشربون ماء البحر. الذين لا يستطيعون أن يسمحوا إلى أطراف أن الإسرائيليين قادمون إلى مصر. الجيش الإسرائيلي قادم إلى مصر قريب أو بعيد، طال الزمن أو قصر. لابد من احتلال وادي النيل. هذا خط العالم الإسرائيلي، وادي النيل، خط الأمر في العالم الإسرائيلي هذا وادي النيل. دولة يا بني إسرائيل من الفرات للنيل، ما تطمئنوا يا إخواننا الذين تعيشون من الفرات للنيل. ولن يقتصر الخطر الإسرائيلي على الذين يعيشون بين الفرات والنيل، بل ستكون البلدان اللي خارج الخطين بلدان مواجهة جديدة. شمال أفريقيا سيسقط في خطر، لابد أن يخضع للدولة التي تمتد من الفرات للنيل. لابد أن تخضع تونس غصبا عنها، وتخضع الجزائر، وتخضع ليبيا، وتخضع المغرب والسيطرة الصهيونية غصبا عنهم. لابد أن يخضعوا في المستقبل. لو يعتقدوا أن السفارات الإسرائيلية تحميهم، السفارات الإسرائيلية السرية تحميهم، مكاتب رعاية المصالح تحميهم، مكاتب التجارية تحميهم، لم تحميكم. هذه مقدمة لصدار الموت، هذه مقدمة للخطر، هذه مقدمة للفناء. كل دولة عربية تمد يدها من تحت الطاولة، كل حكومة عربية تمد يدها من تحت الطاولة للعدو، وتقيم سفارة تسميها مكتب رعاية المصالح. وفي مصالح بين واحد يذبح واحد مذبوح. اي مصلحة تربط بين واحد بيد سكين وواحد آزل. رعاية المصالح. اي مصالح لليبيا في تل ابيب، اي مصالح لتونس في تل ابيب، اي مصالح للجزائر في تل ابيب، اي مصالح لمسقط وعمان في تل ابيب. يا عالم فيه مصالح معقولة متبادلة بينه وبين تل ابيب؟ فيه موت متبادل، فيه فناء، فيه دماء. هم قالوا لكم طز في الحوار وطز في المبادرات السلمية، نحن نريد ان نذبح العرب. هم قالوا ما فيه حياة لليهود مع وجود العرب، يا يموت العرب يا يموت اليهود. وما دام نحن في يدنا القوة ومعنا امريكا والعرب في حال الضعف، هذه هي الفرصة التاريخية التي تمكننا من حل هذا المشكل، وهو ذبح كل العرب. اللي يجري في فلسطين يا اخواننا الان إبادة جماعية لشعب بكامله، إبادة